السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا إخواتي. نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعندنا موضوعين النهارده هنتكلم فيهم، ويمكن الموضوعين دولت يكون مزعلين بعض الناس ويكون مفرحين بعض الناس. وطبعا كالعادة يا سادة، مين هيفرحنا غير الأهلي؟ وكالعادة يا سادة، مين هيزعلنا غير الزمالك؟ النهارده جمهور الزملكاوي زعلان جدا ومنهار بسبب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد بنتيجه 2-0 مع الرأفة. 2-0 مع الرأفة. يا صديقي، النهارده شباب بلوزداد كان عامل ماتش جامد قدام الزمالك. ما اعرفش ازاي الزمالك ما جاش ولا لعيبته ما جوش. بالفعل ما جوش، لما يكون استحواذ في مقارب 80%، لما يكون هجمات فيما يقارب حوالي 12 15 هجمه، لما يكون نسبه التهديف فيما يقارب حوالي 5 أو 6 اهداف، وتألق صبحي هو الوحيد في الزمالك اللي شال الزمالك النهارده ووضع الزمالك الحمد لله في هزيمه تقبل بنتيجه 2-0 بس. غير كده كانت الزمالك ممكن تخرج بنتيجه 5-6-0 لشباب بلوزداد، قدر الله ما شاء فعل، وهزيمه مستوره احسن من هزيمه كارثيه وخروجه بفضيحه. وخلاص الزمالك يودع دوري ابطال افريقيا على يد شباب بلوزداد. وفي كالعاده يا ساده، مين هيفرحنا غير الاهلي بعد النهارده المكسب الاهلي قدام القطن الكاميروني بنتيجه 4-0 مع الرأفة برضو. مع الرأفة برضو النهارده ضيعنا لكن جبنا النهارده. واحسن واحد في المباراه طبعا هو كهربا، وهاتريك كهربا النهارده 3 اهداف، ولا احلى من كده، و3 اهداف احلى من بعض والله. مبروك علينا كهربا يا جماعه، هو المهاجم اللي هيكون ان شاء الله متواجد بصفه اساسيه بالنسبه للاهلي الفتره المقبله هو كهربا، مفيش منازع لحد ما نشوف لنا ان شاء الله صفقه المهاجم اللي هتكون بديله عن كهربا. وبعدين يا صديقي، النهارده كان في تألق كبير قوي من بيرسي تاو، ما ننساش بيرسي تاو. طبعا بيرسي تاو النهارده عمل مباراه كبيره بالامانه، يعني الجون اللي جابه بيرسي تاو ده كان فيه حرفنه كده وحته فرديه حلوه قوي، احنا ما شفناش الحاجات دي من زمان من بيرسي تاو. بعد طبعا مباراه صن داونز اللي عمل فيها نفس الكوره وجاب منها نفس الهدف. برافو عليك يا بيرسي تاو، كمل على المستوى ده وان شاء الله هتجدد في الاهلي، ما تقلقش من حكايه ان انت تخرج من الاهلي، ان شاء الله هتكمل، بس كمل على نفس المنوال وانت تكمل في الاهلي، غير كده مش هتكمل يا حبيبي، ما تقلقش يعني. وبعدين يا جماعه، في النهارده حد مظلوم يعني جدا في الاهلي وهو مروان عطيه. مروان عطيه في نص الملعب اتظلم حرفيا من الاداء اللي كان عامله النهارده، الاداء الروعه. يعني مروان عطيه النهارده كان شايل نص الملعب على رجليه اتنين بصراحه. مروان عطيه النهارده كان شايل ولا احلى نص ملعب بالنسبه للاهلي، كان هو نص الملعب بس. اصلا انا ما شفتش حد بنص الملعب بيعمل حاجه غير مروان عطيه، اداء دفاع ولا اروع، اداء هجومي ولا اروع، اسيستات بقى وحاجات حلويات وقطايف ولطايف يا معلم زي ما تقول. النهارده الاهلي متعنا باربع اهداف رغم ان احنا فزنا بنتيجه كبيره جدا يا جماعه. لكن في الحقيقه انا كانت عيني على المباراه، ولكن قلبي كان في مباراه بكره اللي هي بتاع صن داونز والهلال. ربنا يسترها، ربنا يسترها لاول مره يا جماعه، وانا بقولها لكم والله لاول مره انا بتمنى فوز صن داونز على الهلال، رغم ان صن داونز كسبانه 5، لكن انا بقول لك انا بتمنى فوز صن داونز بكره للاسف، لان المباراه ديت اللي هتحسم الاهلي هيكمل ولا هيخرج من دوري ابطال افريقيا، واحنا طبعا عايزين الاهلي يكمل. فربنا يكرم صن داونز بكره تكسب، وربنا يكرمهم اقل حاجه خالص ان هم يتعادلوا كده ان شاء الله بنسبه 99% الاهلي هيصعد بعد ما ان شاء الله ما نواجه الهلال ونديهم ونروحوا واحنا نصعد لدور الثمانيه. وبعد كده نشوف لنا بقى في دور الثمانيه ده، هتشوفنا في النهايه يا صديقي ان شاء الله. والبطل كالعاده مش هتلاقيه غير في النهايه، وان شاء الله هو بطل دوري ابطال افريقيا السنه دي كمان، بس يعدي ماتش بكره ده. وعشان انا بصراحه قلقان يا جماعه، لان المفروض اصلا الكاف ان الماتش ده هو ماتش حاسم بالنسبه للاهلي، المفروض ان الماتش ده كان يتلعب في نفس توقيت الماتش اللي كان بيلعب فيه الاهلي النهارده، لكن حصل حاجه غريبه مش عارف ازاي، يعني ان الكاف فوت عليه الموضوع ده، ولا هي متعمده بان المباراه تتلعب بكره لانه ماتش حاسم. انت هتخرج الاهلي ولا هيكمل معاك الاهلي؟ المفروض كان يتلعب في نفس التوقيت عشان ما حدش من الاثنين يعرف ايه اللي حصل في المباراه. ونكمل ان شاء الله بقى بموضوعنا ونكمل كلامنا بكره بعد الماتش بتاع صن داونز والهلال. ربنا يكرمنا يا جماعه ونعدي على خير ونصعد من دور المجموعات لدور الثمانيه. المهم يا جماعه، النهارده انا بهني طبعا كل اخواتي الاهلاويه، طبعا اسف الزملكاويه ربنا معاهم، الاهلاويه طبعا على فوز النهارده، فوز كبير وفوز جميل جدا طبعا، بعد اداء ولا اجمل، بعد اداء ولا اروع، خاصه من كهربا وبيرسي تاو مروان عطيه. ان شاء الله بالتوفيق فيما هو قادم، سواء خرجنا من دوري ابطال افريقيا سواء كملنا في دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله بالتوفيق للاهلي فيما هو قادم. وبالنسبه للزمالك، هارد لك لكل جمهور الزمالك، جمهور الزمالك اللي صعبان عليا جدا، جمهور الزمالك هو الوحيد المتحمل الخساره. النهارده فيريرا بره الزمالك، المفروض بصراحه يا جماعه جمهور الزمالك ما بشوفش واحد بيطلع يقول لي دعم لفريرا، ما بشوفش واحد يطلع يقول لي دعم للعيبه، ولا لعيبه ولا مدير فني المفروض ليهم دعم، المفروض هم الاثنين كده بره الزمالك عشان جمهور الزمالك ده يرتاح ويبقى في اداء ان شاء الله مقدما
او مستقبلا للزمالك ان شاء الله بمدير فني جديد وبصفقات جديده. ما حدش يقول الصفقات اللي جبناها كويسه، صفقات كلها بلا اي جدوى في الزمالك. المفروض يبقى في صفقات جديده، والمفروض ان الزمالك يتم تدعيمه فعلا بمدير فني وعلى وجه السرعه، علشان الوضع بقى صعب جدا لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك المتحمل كتير وما زال متحمل وما زال سيتحمل في هذا الوضع. ان شاء الله بالتوفيق للزمالك فيما هو قادم، والتوفيق للاهلي فيما هو قادم. وفي الاخير يا صديقي ما تنساش اللايك كومنت الاشتراك. سلام عليكم.